وزي ما قلنا لكم احنا النهارده معانا ضيف اعتقد اللي هو يعني انبسطنا منه جدا 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 في رمضان 2025 وهو السيد أسامة. يا هلا والله ولا بالغلا. صباح الخير. صباح النور يا باشا. ايه الاخبار؟ الحمد لله. متعود تصحى بدري في المواعيد دي ولا مالكش في الكلام ده خالص؟ حسب الشغل. حسب الشغل. يعني لو عندك طبعا اوردر شغل تصوير هتصحى طبعا من النجمه. اكيد طبعا. بس احنا عادي، انت جاي طبعا متضرر ومش طايق لا نفسك. لا خالص، انا بحب انرجي. صباح الفل. عامل صباح ايه؟ الفل. ايه الحلاوه اللي انت عملتها في العتاوله 2 دي؟ الحمد لله، ده كرم ربنا. لا برافو 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 برافو. بس عايزين بقى نعرف كل التفاصيل اللي حصلت في العتاوله من اول. انت اصلا اترشحت للدور ده ازاي، ولا جالك ازاي، ولا اي حاجه؟ هو الحمد لله يعني العتاوله كنت طالع فيه ضيف شرف. اللي كان مرشحني كاستنج دايركتور استاذ احمد تمام. فروحت عملت دور نطاط، قابلت الاستاذ احمد خالد موسى، فهمني شويه تفاصيل عن الكاركتر. وبعد كده انا بقى سابني براحتي ولعبت فيه براحتي فعلا. لان في مخرجين بيحسوا اللي هو لا ما ينفعش انت تعمل براحتك، لا انت لازم تمشي على اللي انا هقوله لك. لا في ريستارت استاذه ساره كانت سايباني براحتي. اوكي. في العتاوله نفس الكلام. استاذ سامح عبد العزيز رحمه الله عليه في شهاده محمد، شهاده معامله اطفال مع الاستاذ محمد هنيدي، كان سايبني براحتي. وفي العتاوله نفس الكلام. اوكي. فالحمد لله يعني الحمد لله. عادي ممكن تجيب التليفون. ممكن تجيب التليفون. حسيت بكده. بس اعتقد الموضوع بيبقى اصعب لو اتثبت كده مع نفسك، بتحس انه لا المسؤوليه كلها على كتفك انت. يعني ما حدش مثلا بيعترض لما بتعمل حاجه مثلا معينه من نفسك، انت بتحس ان انت مثلا لو عملت حاجه من نفسك هتحس ان انت اوفر، ولا انت بتسيستم نفسك بطريقه معينه علشان ما تطلعش بره الدور قوي او ما تافورش في الحوار؟ هو حلو، بس انا قبل ما باخد اي خطوه بعملها او بتفصيله بزودها للكاركتر، يا اما برجع للمخرج يا اما المؤلف. اوكي. اقول له انا عندي كذا عايز اعملها كذا، طب فرجني. طب لا نحط ده، نشيل كذا، نعمل رياكشن هنا كذا. فالحمد لله يعني برجع للمايسترو اللي تحتي. حلو قوي. طب عايز اعرف بقى منك، انت توقعت ردود فعل معينه بعد العتاوله 2 ولا ايه اللي حصل معاك بالظبط؟ الحمد لله يعني انا كنت ضيف شرف الحمد لله. بس واضح ان ضيف الشرف ده عمل قلق. علم مع الناس جامد. الحمد لله. انت كنت متخيل ان الحاجات يعني انه الدور ده هيعمل كده؟ الصراحه لا، زي ميكا. الحمد لله كرم ربنا. الحمد لله. وانت قلت في انترفيوهات كتيره، لو انت اللي جبت سيره ميكا اهو دلوقتي طبعا. انت قلت ان هو مش شبهك خالص. ازاي؟ قول لي الاختلافات ما بين ميكا وما بينك. يعني اقول لك، ميكا مش حر مش شبه خالص. ميكا من نفس مثلا البيئه اللي انا اتربيت فيها. ماشي. تمام جدا. ممكن انا لما انفعل سنه بسيطه ممكن المس من ميكا. ماشي. ممكن المس يعني هو شبهك عصبي جدا، بس حاجات وحاجات يعني. بس مش اللي هو بيتكلم كده ويقعد. الناس مش شايفه هو عمل ايه دلوقتي، بس هحاول. اوكي. طب حلو قوي. طب وانت لحد دلوقتي انت اشتغلت في كذا عمل الحمد لله وحاسس ان انت عملت ادوار مختلفه؟ لا لسه ما كنت ده بقى اللي انا كنت عايز اساله لك. ايه الادوار اللي انت حاسس انه اول حاجه مش عايز اتحصر في دور معين، ايه هو؟ طبعا. وايه الادوار اللي نفسك تجربها؟ يعني هو في حاجات كتيرة قوي نفسي اجربها. يعني لسه جعان تمثيل زي ما بيقولوا. انت شكلك صغير اصلا. عندك كام سنه؟ في شهر 9 هتم 26 ان شاء الله. انت ميزان ولا ايه؟ لا انا عذراء. اوكي. هاي ازيك؟ الحمد لله. انا مش عذراء على فكره. بص انت بتتكلم 2 جوزائيين. تمام. ربنا معاك. اوكي. طب بقول لك، اكتر دور كان قريب لقلبك او كنت مبسوط قوي وانت بتعمله، كان انهي واحد فيهم؟ كان ريستارت ولا العتاوله 2 ولا اللي هو اللي اسمه دايما بنتلخبط فيه؟ انا كمان بتلخبط فيه. خالد انور وولده خالد نور. وولده نور خالد. بتلخبط فيه على طول. اكيد خالد نور وولده نور خالد ده اقرب حاجه ليا، عشان كان اول حاجه بالظبط. وده كان بالنسبه لي كان وش السعد عليا يعني بامانه، عشان ده كانت اول حاجه اعملها يعني. ولا طلعت في اعلانات ولا اي حاجه، ودي كانت اول تجربه ليا بروفيشنال. طب ومين رشحك بقى للدور ده؟ التجربه دي جات لك ازاي اصلا؟ كان من الاستاذ احمد عبد الوهاب مؤلف. اوكي. هو عارف يعني جابك ازاي؟ اللي حصل؟ احكي لنا القصه. هحكي لحضرتك. بلاش حضرتك باذنك. ساره وباسم. لا هتكسف. ساره وباسم يا باشا. بس معاك. ليه هتتكسف؟ في ايه؟ المعامله دي مش بس معاك.
لا الدور جه ازاي، انا كنت بسعى من فتره من الفترات تاخد ورش معينه خدت ورش كتير جدا. فكان معايا شريل صغير، فانا من ضمن السعي قلت لقيت الاكونت بتاع استاذ احمد عبد الوهاب، فبعته له الشريل بتاعي، قلت لعل وعسى ممكن يشوفه. فسبحان الله من عند ربنا شاف الشريل، كان في كاركتر انا عامله شبه ميكا شويه في الورشه من الورش اللي انا كنت فيها. بس انت ما كنتش عارف انه في هما بيدوروا على دور لا انت بس بتبعت كده ايه على الله حكايتي بالحب يا تيجي يا ما تجيش او منه ساعي. فسبحان الله لقيته بعدها بيومين رد عليا، بعت لي اوديشن كده، قال لي اعملوا لي بس مبدئي، صورته في المحل عندي وانا في بورسعيد، فبعته له وبقى رحت له المسرح. بعد كده عمل له اوديشن هو، فقال لي ان شاء الله انت اللي تعمل الدور. والحمد لله كان كرم ربنا، وده كان اول حاجه. طب ممكن عارف انت بتشتغل اصلا ايه، بتعمل ايه في حياتك قبل ما تتجه للتمثيل؟ يعني ليه الشغف اللي عندك للتمثيل ده ابتدى امتى؟ لا من زمان قوي. كنت بتمثل قدام المرايه وكده ولا كان فعلا؟ من وانا صغير، من وانا كنت في ثالثه اعدادي ولا في ثانيه اعدادي، اختي الكبيره كانت تاخدني مكاتب المهندسين عشان اصحابها كلها في المهندسين، فكانوا بيقولوا لها في مكاتب كاستنج هناك. اختي كانت بتاخدني اروح اعمل جنرال، اعمل كاستنج، اعمل اي حاجه ان امل اطلع في اي اعلان. فالحمد لله ما جاتش اي حاجه، فقلت اسعى من جانب تاني. دخلت الكليه عندي المسرح، خلصت المسرح، عملت في مسرحيات بره مستقله، دخلت ورش، حاولت اخش المعهد في المسرحيه ما عرفتش، بس الحمد لله يعني ما يئستش، فدخلت من باب تواني. الحمد لله الحمد لله. ان شاء الله ربنا بيوفقك اهو. الحمد لله. نجوم بكره هتبقى اكبر الاسامي قريب قوي. طيب احنا نطلع فاصل اعلاني ونرجع نكمل حلقه النهارده من اصحاب انرجي. النهارده معانا في الاستوديو مشرفنا نجوم من نجوم بكره، نجمه من نجوم بكره، السيد اسامه، ولسه في حاجات كتير قوي نتكلم فيها بقى، حاجات كتير. يلا بينا. طيب باسم وساره وباسم، ومعانا السيد اسامه. ايوه طبعا ده كده باشا منور والله العظيم، يعني نورك طاغي في الاستديو. ايه الحلاوه دي؟ ايه رايك؟ ايه رايك؟ لا عشان ما نبطل نق على بعض. لا حلو. ايوه كان لسه بينق على ساره دلوقتي، بس مش هينفع نقول ليه. طب السيد بص، انت بتتابع السوشيال ميديا ولا لا؟ يعني طيب عايزك تقول لي اكتر تعليق جالك على السوشيال ميديا على اي شخصيه من الشخصيات اللي انت عملتها لحد دلوقتي، اذا كان اي حد، اذا كان عتاوله 2 او اي حاجه عجبك جدا وعلم معاك جدا وفاكره لحد دلوقتي، وتعليق اتبعت لك من حد ضايقك جدا. لا والحمد لله ما فيش تعليق ضايقني الحمد لله. ايه ما فيش حد بيخش كده يقول تعليق سلبي من لوحده كده؟ عشان في ناس دايما على السوشيال ميديا تحس ان هم عايزين يشدوا انتباهك باللي هم يقولوا لك تعليقات سلبيه وخلاص، مع انهم حتى ممكن ما يكونوش. حتى لو شفت سلبي ما بردش. اصلا اديله. لا خالص، انا ابرد خلق الله. مع انك برج العذراء يعني. لا انا هادي جدا. اوكي. هادي جدا وما متعصبش بسهوله، وبس كان اكتر تعليق كان عاجبني سوري. كان بتاع استاذ تامر حبيب طبعا. استاذ تامر حبيب ده كان اول حاجه لما ميكا نزل كان قال اخطر واشقى اجرام شفته في حياتي يعني. انت فاكر التعليق لحد دلوقتي زي ما هو بالظبط. اوكي حلو ده. حلو ده تامر حبيب. طب ممكن اسالك، لا في خبرتك يعني لسه اللي هي لسه برضو مش كبيره قوي برضو في التمثيل طبعا، حد اداك نصيحه حابب ان انت تمشي عليها او حاسس انها انا هكمل بالنصيحه دي؟ يعني الحمد لله كان في ناس كتيره قوي ادت نصايح كتمثيل وكثقافه او تقرا كتب او الكلام ده. يعني منهم الاستاذ باسم سمره. قال لك ايه؟ ده كان اكتر واحد بيخليني امثل بعناية. كان اكتر واحد يقول لي لا هات كتاب الف ليله وليله. ده في العتاوله طبعا. لا في العتاوله، واشتغلت معاه في ريستارت صح بالظبط. وبعدين في مسلسل لسه هنبدا نصور فيه برضه معاه، طلع فيه ابنه، فلا الحمد لله. ابن باسم سمره؟ فالحمد لله في كيمياء بينه وبينه حلوه، فهو شايفني زي ابنه الصغير برضه، وانا واخده جاد فازر عشان بحبه جدا، متبنيك. حلو ده. فبيقعد يعلمني حاجات كتير جدا. طب عندي سؤال برضو تاني طبعا عشان اسئلتش كتير قوي. ما تسالي على طول. اسالي على طول. اسالي من قلبك. وانا عايزك بس تقرب من المايك شويه عشان صوتك يبقى واضح. بس كده اهو. يلا. التمثيل في رمضان ولا التمثيل على المنصات؟ بتفضل ايه اكتر، او ايه المتعب اكتر بالنسبه لك؟ متعب؟ لا الحمد لله. بصي، هو تعب الشغل احسن من تعب الراحه في البيت.
الله عليك يا صاحبي. بس خد الجمله دي مني بقى ليه. حاضر يا صاحبي. تعب الشغل احسن من تعب الراحه في البيت. اوكي بس فانت ما عندكش مشكله تتعب في اي وقت بقى ما دام ده اللي انت عايزه خلاص. نهائي انا زي ما قلت لك في الاول قبل ما اطلع اعلان، انا شخص لسه جعان تمثيل. جعان تمثيل. ما عندكش مشكله تقعد في الكرفان 5000 ساعه عشان تخش تعمل مشهد؟ والله لو لو هتقعدني جنبك 100 سنه بس انا عندي حاجه مهمه اخش اصورها انا تمام. تمام جدا. عجبني الروح دي قوي. تمام جدا. او ما بتخنقش وخالص. لا 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 لا. طب البريك ايه؟ طيب ما بتقعد بقى تاكل في البريك؟ بقول لك انا هدفع حد ياكل. انا هات لي اسهل حاجه عندك. مش عايز مواضيع صعبه. هات لي سندوتش شاورما اي حاجه اي حاجه انا اكلها انا تمام. اوكي. فاهم؟ ما بتدققش. لا 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 النفس الحلوه لا الجنه. حلو. طب بقول لك عايزين نبتدي بقى نسالك كده زي اسئله سريعه يعني بسرعه جدا باول حاجه تيجي في دماغك. ماشي اتفقنا. اوصف نفسك ب3 كلمات بس. اوصف نفسي ب3 كلمات بس. ده حب ذات ده مش هعرف. لا يعني انت شايف مثلا ان انت زي ما انت قلت الصفات اللي فيك. انه مثلا انا سهل جدا في الاكل مش عارف ايه. فاهم حاجات ما تديلوش افكار يا ساره. ما تديلوش افكار. يعني انا بحب شغلي جدا وما بزهقش منه. لا في المعامله سلس جدا. هادي. بس 3 هم. بارد زي ما انت قلت. بارد زي ما انت اللي قلت مش انا. بقول لك دي الصفه بحبها جدا. لازم في المجال تبقى بارد عامه. بحبها جدا الصفه دي. طيب اوحش هديه جات لك كانت ايه؟ لا مين اللي هيجيب لي هديه وحشه؟ ده عادي حد ما يعرفكش مثلا. حد ما بيحبكش مثلا. وما بيحبنيش هيجيب لي هديه. عايز يعمل بونت بس عشان يبص انا جبت له ايه يا جدعان. لا مش هاخدها. مش هاخدها. ولا مره جات لك ولا هديه وحشه؟ طب احلى هديه جات لك كانت ايه؟ احلى هديه جات لي؟ لا حاجات كتيره قوي. ايه قول لنا حاجه منهم. كانت حاجه دهب. اوكي ماشي. مين اللي جابها لك دي يا سيد؟ طيب مين اكتر ممثل نفسك تشتغل معاه؟ لا كتير جدا. قول لي اسامي. كريم عبد العزيز. ماشي. احمد عز. ماشي. احمد العوضي. رمضان طبعا. ماشي. الشباب بقى كتير قوي. دي عندك مالك. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. عندك داش. كزبره حبيبي جدا. طه دسوقي طبعا بحبه جدا 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 ومن اوائل الناس اللي جت برضه وباركت لي على ميكا. وبحب جدا تمثيله جدا. طب ممثله اكتر ممثله نفسك تشتغل معاها؟ اكتر ممثله نفسك تشتغل معاها؟ في كتير برضه. مين من الكبار؟ لو مثلا منى زكي طبعا. منى زكي. استاذه هند صبري. طبعا منى شلبي. ناس كتير جدا. بس انا يسرا اكيد طبعا مثلا. ماشي. طب من الجيل الجديد امينه خليل بقى. سلمى ابو ضيف. مش عارف. هدى المفتي. كده طبعا. ماشي. ماشي طبعا ما تزعليش من حد. طب بصوا احنا هنكمل الاسئله السريعه بس لازم نطلع فاصل اعلاني في السريع. هنشتغل مع اي حد. احنا هنشتغل مع اي حد. هو ده يا ابني هتنجح في المجال ده يا ابني. هتنجح. مين مطربك المفضل؟ معنا السيد على طول كده. معنا السيد أسامة نجم من نجوم بكره منورنا في الاستاديو. ايوه. وبنساله اسئله سريعه. عايزاك ترد باجابات بسرعه سريعه. جمعي كده اهو خفيف. مين مطربك المفضل؟ على حسب المود. مين طيب؟ على لو مود كئيب بتسمع مين؟ لو مود كئيب عمو طارق الشيخ وعمو باسط حمود. الله. طب ولو في مود فرفشه ونعنشه؟ راب بقى. ايه بقى؟ مين؟ ويجز. تحب ويجز جدا. ابو يوسف. ابو الانوار عشان حبيبي قوي برضو. اوكي. لا في وريشا كوستا. الله عليك. بحب الناس دي. اوكي. طب الراب اللي هو الجديد بقى كريم أسامة والناس دي؟ طبعا. يعني في كريم أسامة عامل برضو هو ده مع تامر حسني. ايوه قوي. مروان موسى مروان بابلو ليك في الناس دي؟ طبعا. ما ده الراب برضو. ده تراب تقريبا. تراب كل واحد. الناس ما بتعرفش الفرق قوي ما بينهم يا ساره يعني. طيب ايه المسلسل او الفيلم اللي مهما اتفرجت عليه عمرك ما هتزهق منه خالص؟ الهروب بتاع احمد زكي. اوكي حلوه منك. انت اخترت فيلم قوي قوي الصراحه. كنت بتحضر مسرحيات؟ كتير طبعا. اخر مسرحيه حضرتها كانت ايه؟ لا دي حاجات ليا بقى. ما حاجات كنت بعملها انا. مش مسرحيه بتاعت حد؟ لا ما روحتش والله. كنت معزوم في المعهد بس كنت مسافر بورسعيد كان عندي شغل فما عرفتش اروح.
اوكي طيب ماشي. اكتر ابلكيشن على السوشيال ميديا بتحب تستخدمه؟ تيك توك ولا انستجرام ولا فيسبوك؟ انستجرام. انت ليك في الانستجرام قوي يعني شغال عليه كويس، بتنزل ستوريات وبتحبه يعني. ماشي. مالكش في التيك توك؟ لما ببقى فاضي ما بتطلعش بقعد جولات؟ على التيك توك؟ لا كبس لا ولا البس طب ايه اكتر لعبه بتحب تلعبها دلوقتي على الموبايل؟ لودو. الله عليك بقى. انت انا بقول ايه بقى، تلعبوا لودو مع بعض بعد ما الحلقه برافو. تخلص علشان دي برافو. قاعده هريانه على طول انا 24 بلعب ساعه لودو على بتلعب الهوا لودو. اساسا. طب حلو قوي. طب اخر هقول لا اتفضل. والنبي ابدا ابدا والنعمه ما أبداً. أقول أنا ولا إيه؟ قول انت. اسال نفسك سؤال وجاوب عليه. طب اغرب سؤال حد ساله ليك قبل كده في الشارع، معجب يعني، فين؟ لا هو حصلت لي بس حاجة ليه بقى؟ مفيش نعرف لو سمحت. كنت في مكان ما في بورسعيد، مم. فانا داخل بجيب كافي انا وواحد صاحبي، ففي 2 كانوا واقفين بيتصوروا، فانا بحسبها هي وقفتني بتقول بعد اذنك ينفع صوره؟ فانا تمام تعالي طلع عايزاك تصوره. فاهمه، فعايزاني اصورهم، فانا صورتهم، فاللي معايا فضل يا نجم. هما مش عارفينك ولا ايه يا ريس؟ ارمي النضاره دي. اوكي. طب دور اتفرجت عليه وكان نفسك لحد دلوقتي انت اللي تعمله يعني في اي فيلم او اي مسلسل، دور حد غيرك عمله وانت في دماغك يا سلام لو انا اللي كنت بعمل الدور ده؟ دورين الصراحه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الله مش بحسد. انا بنق بس. ايه؟ انا بنق بس. لا مش بح خالص. كان في حمزه العيلي في اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام في ابن حلال لما كان عامل مسكر. اوكي. انا بسعى لحاجه شبه دي. واستاذ طه دسوقي طبعا في حاله خاصه. الله، حلو قوي ده. دور صعب قوي قوي قوي. الاثنين اصعب من بعض. الاثنين اصعب من شايف بعض. ان انت ممكن تعمل حاجه كده؟ بحب قوي ده. بتاخده كتحدي ان انا جدا. اوكي جدا. انت تحب تتحدى نفسك انت؟ وفي برضه دور كان عامله استاذ خالد الصاوي في الفيل الازرق. طبعا ده جامد جدا. اللي انت بتتهيأ اللي انت بتتكلم جن لابسك او حاجه لابساك، فدي يعني انت بتحب الادوار المركبه؟ قوي. مش عايز تتحس. تحبش انت السهل ده؟ لا انا عايز اتعب علشان الدور يطلع حلو. طب انت اصلا بتحضر الادوار ازاي؟ لو انت مثلا جالك دور شبه الادوار اللي انت بتقول عليها دلوقتي دي، هتحضر له ازاي؟ هقعد اذاكر له بقى، يعني هقرا تاريخ الشخصيه، افهم دوافعها، طب ليه هو بقى كده؟ طب ايه اللي حصل له عشان يبقى كده؟ هل اهله مثلا او هو اتولد كده او حصلت له حاجه او حبيبته سابته وهو فاتجنن؟ بتعمل الحاجات دي في يعني مثلا لو انت طبعا. مش شايف بتبني هيستوري قوي بالظبط. بتعمل كده. بتبني هيستوري قوي، بتنسى بقى انك سيد خالص وبتلعب على الكاركتر اللي معاك. حلو ده. طيب احنا لسه الاسئله كتير والاعلانات اكتر. فتعالوا نطلع ما شاء الله الله اكبر. فاصل اعلاني ونرجع نكمل حلقه النهارده من اصحاب انرجي. النهارده معانا نجم من نجوم بكره، السيد اسامه. طيب بقول لك ايه، عايزين نسالك اسئله كده سريعه برضو. لا خلاص خلصنا. خلاص ماشي يعني رد براحتك، ارغي براحتك. بطيء. ماشي. ايه الحاجه لما بتشوفها اول ما تخش اللوكيشن كده تحس ان فتحه خير المسلسل ده او الفيلم ده هيطلع حلو؟ حاجه كده بتستبشر خير بيها. لما نروح بتبقى حلوه في اللوكيشن. لما الناس كلها تبقى جايه مبسوطه، محدش جاي مكشر، والناس فاهم تبقى روحها حلوه كده في الشغل. طب وايه اكتر عمل انت عملته كنت حاسس فيه الروح دي؟ مش عايز طبعا تخبط في الحاجات، صح؟ هتقول كله طبعا. ما الحمد لله ما فيش حاجه، والله العظيم مش مجاملات، ما فيش حاجه اشتغلت فيها حسيت اللي انا مش مرتاح. لا الحمد لله. يعني هو انت بترجع للمخرج، انا عايز اعمل 1 2 3 4، انا هبقى مرتاح في 1 و2 و3 و4. لا انا بتكلم في الكواليس بقى مثلا، وانتوا يعني فاهم، وانتوا قاعدين في الكرفانات وانتوا ما اعرفش ايه، فاهم؟ لا الحمد لله ما كله تمام. الحمد لله كله زي الفل. الحمد لله. لحد لغايه دلوقتي الحمد لله. طب حلو ده، انت قرفتك حلوه بقى. الحمد لله. الله اكبر. انا بنق بس. طب اسامه، عمرك تخيلت لو انت مش ممثل كنت هتعمل ايه في حياتك؟ كنت هبقى تاجر عادي. تاجر عادي زي ما انا. يعني انت اصلا تاجر. اوكي، فانت يعني لو انت مش ما دخلتش مجال التمثيل كنت هتكمل في التجاره عادي. اوكي حلو الكلام. طيب عايزين نعرف انت اكتر حاجه يعني بتاخد ردة فعل الجمهور من عمل انت عملته تمام من السوشيال ميديا اكتر ولا من الشارع؟ الشارع طبعا. بحب انزل الشارع قوي. بايه يعني؟ بحب انزل جدا. طب ايه فاكر اكتر تعليق خدته من الشارع بعد دور معين او حاجه معينه؟
يعني الحمد لله لما كنت بعمل حاجة بسيطة او هي ضيف شرف او حاجة، الحمد لله الناس بتبقى واخدة بالها منها، الحمد لله ده بيبقى كرم من ربنا. فالحمد لله اللي بيوقفني بيقول لي لا هنا مثلا كان في اختلاف، يعني في شهادة معاملة اطفال الحمد لله عامل دور مختلف عن اي حاجة انا عملتها. فالحمد لله بلاقي ردود الافعال الحمد لله. فانت بتحب ان انت تاخد ردود الافعال من الشارع مش من السوشيال ميديا والكلام ده. طيب عايزك تتخيل معايا كده اللي انت رايح خناقه، انت رايح تتخانق، هتاخد مين معاك من الممثلين يتخانق معاك؟ يتخانق معايا؟ هاخد ابويا. من الممثلين؟ مع ابويا بس مسمر. اوكي. ما ده جاد فازر بتاعي، ده الاب الروحي بتاعي. هتاخد باسم سمره معاك. خلاص كده الخناقه خلاص لصالحكم يا باشا، خلصت خلاص خلصانه. طيب عايزين نعرف منك برضو اكتر مصطلح شبابي. ماشي، بما انك بقى انت لسه شباب برضو بس اللي هو لسه بقى اللي هو قبلك بشويه جديد لسه سامعه وما كنتش فاهم ده يعني ايه. جديد لسه سامعه؟ لا انا ما سمعتش حاجه جديده لغايه دلوقتي، انا كل اللي كنت بسمعه جديد كان ايام ميكا. يعني لما جالي حاجه شبه ميكا كده والكلام اللي مش مفهوم فبقيت فعلا انا رحت حتت كتير قوي، لا مش هينفع تقال هنا. قابلت ناس كتير قوي بتجيب مصطلحات من تحت من حتت غريبه جدا، ما كنتش تعرف عنها حاجه. لا خالص. في مصطلحات جايبها من الشارع كتير قوي. حلو. طيب اكتر ترند بتحبه على تيك توك ايه؟ اكتر ترند يعني بتاع والله يعني عشان من الناس اللي بتابع تيك توك شويه وبحب سوزي الاردنيه جدا. كلنا بنحب سوزي الاردنيه الصراحه، ربنا يفكها عليها واللي زيها. فاللي هي بتاعت هي ومولي اللي هي لو قفشته مش هحل، في ناس كتير مش هحل. هي عسل خفيف عندها قبول بتاع ربنا وربنا يفك دقيقتها يا رب. فهي اكتر حد انت بتتابعه على السوشيال على تيك توك؟ عجبني الحاجات بتاعتها. طب بما اننا عدينا كده يعني نص 2025 تقريبا خلاص خلصت، فتوصف السنه دي اللي هي 2025 بالنسبه لك بايه؟ توصفها ازاي؟ السنه يعني او نص السنه اللي عدت. يعني الحمد لله انا يا رب يعني من 24 فلغايه 25 الحمد لله كنت بسعى للي انا ابقى في حته معينه. فالحمد لله ربنا كرمني اللي انا بس وشي يتعرف. يعني الحمد لله في 24 و25 ربنا انعم عليا اللي انا وشي يتعرف بس. الحمد لله. فدي نعمه الحمد لله انا كنت بسعى عليها من بدري عشان اعرف اشتغل. بس لا ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. الجامد كله لسه جاي ان شاء الله. ان شاء الله. طب الحاجه اللي نفسك تتحقق بعيدا عن التمثيل السنه دي ولسه ما اتحققتش؟ بعيدا عن التمثيل. مفيش حاجه بعيدا عن التمثيل. حاجه شخصيه. انت حياتك كلها تمثيل؟ مش عايز تتجوز؟ لا مش دلوقتي لسه. مش فاضي للهبل ده. خالص. مش فاضي لا. طب لو انت دلوقتي من نجوم بكره تقول ايه لنفسك في الفيوتشر في المستقبل من هنا من انرجي؟ او ليه يعني في هاشتاج على طول انا عامله ليه اللي هو تعبك بكره الناس هتتحكى بيه. الله. لا ثانيه واحده سقف. لازم لسه هقول له ايه الجمله او الحاجه اللي انت بتمشي المقوله اللي بيحبها وبتمشي بيها. خلاص انا مش هسال السؤال ده، انت كده جاوبت عليه. الهاشتاج اللي انت بتكتبه ايه تاني؟ لا هو تعبك. ايوه ايه هو؟ لا تعبك الناس بكره تتحكى بيه. هسرقه منك. حلوه منك والله. الحمد لله. طيب احنا بقى هنعرف كل الجديد اللي انت داخل عليه في الفتره اللي جايه او هتعمله في الفتره اللي جايه ونعرف مشاريعك كلها ان شاء الله. بس تعالوا نطلع فاصل اعلان. ما شاء الله. عايزين نستغل كل دقيقه وكل ثانيه علشان نتكلم مع السيد اسامه نجم من نجوم بكره اللي ايه يعني ابهرنا في كل اعماله لحد دلوقتي. وعايزين بقى نعرف ايه اللي جاي وعايزين معلومات اكسكلوسيف لو سمحت. لانرجي وبس اكسكلوسيف. سمعنا؟ ماشي. ايه اللي جاي بقى يا سيد؟ هو في فيلم ان شاء الله اسمه من ايام الجيزه، اخراج الاستاذ مرقس عادل، بطوله الاستاذ اياد نصار واستاذ حاتم صلاح وايا سماحه واستاذ عمرو عبد الجليل والحمد لله والاستاذ محمد لطفي وانا. فعامل كاركتر مختلف تماما عن حاجه عملتها قبل كده. عامل ازاي الكاركتر ده؟
انا عشان ما احرقش، بس هو هاكر، هو داتا اصلا اه تحب التكنولوجيا يا كده زي ده ايه ده بقى؟ داتا. هو اسمه داتا اصلا. داتا. اوكي حلو. شخصيتك اسمها داتا. هو عيل هاكر بتاع داتا. فالحمد لله عجباني جدا الكاركتر ده، فعامل فيه تفاصيل حلوه ان شاء الله. حلو قوي الناس. طيب وهينزل امتى؟ عندك فكره؟ لا والله ما اعرف. لسه ما تعرفش؟ والله ما اعرف. ماشي. طب ما فيش مسلسلات كيدي ولا كيدي؟ هو في حاجه اوف سيزون بس لسه ان شاء الله هنصورها، اسمه زمالك بولاق. بطولة الاستاذ باسم سمرة وخالد الصاوي وانا والاستاذ يوسف عمر. حلو قوي. فاخرج استاذ اسامه عمر. ده المفروض هتبداوا تصويره امتى؟ في شهر 9 ان شاء الله. الشهر الجاي خلاص ان شاء يعني. الله. حلو ده قوي. ان شاء الله. وفي حاجه في رمضان ولا لسه؟ لا لسه دلوقتي؟ والله ما اتعرض على حاجه. ماشي. لسه لا ان شاء الله قريب. ان شاء ان شاء الله هيتعرض، وان شاء الله هتكسر الدنيا، وكده كده طبعا لما هتكسر الدنيا هتبقى عندنا تاني. هيجي لكم تاني. يعني. لا انت بيتك ومطرحك بقى خلاص يعني انت في اي وقت عايز تيجي تتفضل. عرفت الطريق خلاص. يا ريت. وبعد كده لو كمان يعني اولا لو اي راديوهات تانية قالت لك تعالى ما تروحش غير عندنا قول لهم انا اسف انا متفق مع انرجي. ولو اي برنامج تاني في انرجي حتى شخصيا قال لك تعالى هتيجي برضه عندنا. انا بس بحذر، انا بقول لك بس. وانا بقول لك خاف من ساره. انا بقول لك خاف من ساره. انا بحذرك. احنا انبسطنا قوي انت كنت معانا النهارده، وان شاء الله تكسر الدنيا في الايام اللي جايه، وما تبقى بقى مش من نجوم بكره، انت تبقى من نجوم الشباك الاول. فاهم؟ ان شاء الله. ان شاء الله الناس كلها ان شاء الله. ان شاء الله. سيد انبسطنا بجد معاك جدا جدا، يا رب تكون انبسطت معانا. اكيد طبعا. شكرا. ميرسي. الذوق ده. ميرسي. رايك؟ الحمد لله. لا هو جميله جدا.